ما أعلمه أنه لم يكن هناك كاتب لعبد الناصر، وهذه أود في هذه المناسبة أن أشير إليها. كثيرا ما كان عبد الناصر يكتب أخبار بخط يده ويكتب عليها ألف شين ألف أو هيكل للبتاع، هو الذي كان يكتب. ما كانش فيه كاتب لعبد الناصر، ما فيش يعني إلا فيه كان عنده حتة السكواش بتاعته، يعني بمعنى انه يجيب سين من الناس وليكن الاستاذ هيكل ليناقشه مناقشة قوية وصريحة وكأنه يلعب السكواش رايح جاي في مع الطرف الاخر. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.